اليوم على بركة الله حنحضر معكم مطلوع يجي مفشفش وخفيف كما راكم تشوفوه فيه ومحمر، ونعطي لكم الطريقة كيفاه حيجيكم هكذا. نبداو بسم الله ونقول لكم مرحبا بكم متتبعات قناتي، نرحب بكم انكم تتبعوا فيا ويلا نبداو. شوفوا لهنا جبت هذه العلبة تاع المارغرين كامل عندكم، فيها تهز 250 يعني كل وحدة ما تساوي يعني مطلوعة. حنحاولوا كيفاه المبتدئات باه يجيكم مطلوع سهل. احسبوا بهذه راني غربل فيه باه نخلي غير هذاك الرطب اللي يطيح وهذاك اللي يكون شويه خشين نرجعوا للشكاره. هذه العلبه الثالثه، احسبوا معايا باه ما نغلطش. والان حنجيبوا العلبه الرابعه. ما نش حنستعملوا سميد وحده، رايحين نديروا معاه الفارينه. شوفوا هذا الخشين ما نديروش. الان حنجيبوا الفارينه، رايحين نديروا 2 علب بهذه العلبه لكن ما همش مملوئين، يعني راكم حسبتوا معايا درنا 4 علب تاع السميد يكون رطب و2 علب تاع فارينه. يفضل خاصه الفارينه تغربلوها ثاني هاي ليك، ومن بعد نمزج المكونات هكذا. واش راح نزيدو ملعقه كبيره تاع خميره الخبز مع ملعقه كبيره تاع السكر وهذا السانوج وملعقه كبيره تاع خل وملعقه كبيره تاع زيت نباتي ولا زيت زيتونه. بالنسبه لكم في البرد تقدروا ديروا حتى ملعقه ونصف كبيره نتاع خميره الخبز. هيدا خياتي، هذا هو المكون اللي راح يرجع المطلوع نتاعكم فشفش، لكن راح نديروا البياض الاصفر نحطوه على جانب ومن بعد نسحقوه. بعد تبعوا معايا ما تعرفوا واش راح نسحقوه. جبنا وحده نتاع الماء يكون دافي بنفس العلبه اللي قصنا بها السميد، يعني العلبه تاع الصول هذه. درنا يعني الاولانيه وهذه الثانيه تاع الماء يكون دافي نقعدوا نرشوا فيه ونلايم. المطلوع تاعنا حنلايموه كما نقولوا هو يابس، ما راش حنطلقوه بزاف. راكم تشوفوا الملح مازال ما ضفتوش، الملح اخر حاجه. راكم تشوفوا ما غاديش ندلك فيه، راني نلايم فيه برك. دوكا نلمدوه هكذا وهو يابس بلا ما نطلقوه، نغطيه هكذا سواء بالطرشونه ولا حتى بالكيس غذائي عادي. في هذه المرحله نوجد معكم تكتوكه، واحده التكتوكه يا خياتي مع هذا المطلوع ما تلاقى هذه التكتوكه. هذه التكتوكه راح نديروها معسله بدون ولا قطره ماء. كاين بزاف خياتي يقولوا لي التكتوكه تاعنا تجي صامته، راه دوك نعطيكم هذا السر اللي تحب تاكل التكتوكه نتاعها وتجي معسله وما فيهاش الماء، يعني هذه هي. كاين اللي يحب الجوز دير فيها الماء، هذاك اللي يسموها جوز تاع التكتوكه، لكن التكتوكه الاصليه نتاعنا نديروها هكذا. قطعت البصل انت اللي تتحكمي فيه، بغيتي ديري بصل اكثر من كما نقولوا الفلفل ولا حبيتي الفلفل اكثر من البصل. المهم حنا قطعنا لها قريب 6 حبات تاع بصل. درت قطيره تاع زيت ونبدا نقلي فيه على نار هاديه. ركزي ليا على نار هاديه ما يتحرقلكش، راه غير يذبال اختي يذبال ويعطي لك واحد البنه فيه تولي روعه. الان نغطوه ونخلوه يذبال، نروح نرجع للمطلوع نتاعي. يلا تبعوني. الان في هذه المرحله شوف راهو اللي كيخمر، نكسر له الخمور الاول، ضروري تكسروا له هذا الخمور. نضيفوا الملح، لا ما تبعوش راني نضيف الملح، الملعقه تاعي راهي صغنطوطه يعني صغيره خلاص. جبنا البول يعتبر هذا الثالث تاع الماء، نبداو نضيفوا بشويه الماء. والان جات مرحله تعدليك، دبزه بونيه. واللي عندها البيترا يا اختي ربحي صحتك. راكم تشوفوا انا كيفاش راني ندلك لدرجه راني قاعده وحاطه هذه فوق حاجه هكذا، يعني فوق الطابله. مثلا نقعد في الارض كامل والله ما نقدر نقعد بزاف، ما نقدر نوقف بزاف، وليت نص راني قاعده فوق الكرسي وراني ندلك فيه دلكه شابه. دلكه شابه حتى ولا كان في البيترا خليه تضيفي بشويه الماء والبيترا هي تخدم، ولا كنتي تخدمي بالدبزه وبونيه كيما انا ضيفي هذا الماء بشويه ودلكي. على ما اظن هذا البول الثالث يعني تاع الماء راني نضيف فيه بشويه. وشوفي كيفاه يجي، ما تخليش يجي معلك بزاف بين وبين حتى يولي مفشفش ويدير واحد البنابل كيما نقولوا كي تكوني تدلكي فيه وتواسي هكذا به بيدك تحسيه ولا يطرطق.
يطرطق بين يدين كيما تقول يما يطرطق بين يدين، هذاك هو اللي يكون زعما مدلوك مليح مليح. تقريبا انايا ضفت هذاك البول الثالث ولا هذايا كامل ضفتو كامل. هاوليك قلت له يا مليح راهو مدلوك ما عنده ما يخصو، وفيه شويه تعب تعدليك. ان شاء الله عن قريب ندير لكم تاني مطلوع اكسبريس ما فيهش دليك بزاف، ما فيهش هذا الجهد بزاف، لكن هذا جي ما شاء الله. شوفوا لا كيف راهو يدير البنابل ديجا، ها شفتوا معايا دار البنابل وراهو يطرطق. خلاص وصلنا للمرحله اللي نحوسوا عليها. اي والله تبعوا معايا واش ضفت الان. صفار البيض مع تقريبا نصف ملعقه صغيره نتاع زبده ولا مرقارين. هذا هو السر اللي خباتو عليكم فاطمه الزهراء، وراني قلته لكم دوكا باه يجي الوجه تاع المطلوع نتاعكم محمر هكذاك ويجي دخلاني نفشفش واش نحكي واش نقول عليه. والله غير هذه الوصفه قردوها سختو لشهر رمضان بزاف رايحين تنجحوا فيها باذن الله وجيكم هايله ما شرب الله هايل. في الاخر فقط ضفت لها شويه تاع زيت، ماشي حاجه واحده ملعقه صغيره فقط، راني نلايمها هكذا ونقطع المطلوعات نتاعي. نعاود نقول للمبتدئات يا اختي يا مبتدئه كمبتدئه ما ديريش مطلوعات كبار، ديريهم صنطوطات باش تتحكمي فيهم وتقدري يعني تهزيهم بعد سواء باليد لكن تجي تحطيهم في الطاجين. هنا حبيت ثاني نمد نصيحه، اذا اختي خفتي يلصق لك باسكو كاين نوع تاع السميد يلصق قد ما ديري معاه يلصق في اليد معلك بزاف فيه العلك. معليش رشي شوفوا كيف ديجا راه هو بدا يختمر. رشي المطلوع نتاعك بمزيج بين السميد وفارينه، يفضل بين السميد وفارينه ولا حبيتي فارينه فقط. دوك انا لهنا كاينه وحدات بداو يلصقوا لي دوك نرشهم. هنا عندي انا هذه تاع المطلوع كل وحده نديرها مطلوعه نحطها فوق المطلوعه نتاعها ونغطيها بهذه الطرشونه. ها مليك لهنا قلت لكم درت شويه فارينه ونخليهم يختمروا. المطلوع تاعكم ثاني باه يجيكم مليح بالك ويخرج له الخمور. غير تشوفوه بدا يختمر هذاك هو حطوا الطاجين تاعكم يبدا يسخن. انا نحب نطيب الطاجين تاع الفخار وكاين دوك هذوك الطواجن راهم يتباعوا ثاني كيما حبيتي. المهم انا مازلت نطيب في الطاجين تاع الفخار. ان شاء الله خطره جايه نطيب لكم في الطواجن تاع دوك جديد راهم يتباعوا. شحال من وحده يعني حبيتني نطيب فيه ونعطي لها يعني اسكو جا مليح ما جاش مليح، هو مع انه يجي هايل سورتو الا كان مدلوك بيا مليح خدا راحتو خمرلك مليح ما خرجلوش خمر. الملح ثاني يلعب دور، اذا كان مسوس المطلوع نتاعك ماهوش يختمر مليح، واذا كان زايد بزاف في هذاك الملح رايح تاني يخرج له الخمر. لازم كل حاجه تكون قد هذه يا اختي. مره الاولى معليش ما تجيبيهاش، مره الثانيه ما تجيبيهاش. اختي تعلمي معليش كمبتدئه تعلمي في دار بابك. جربي لو كان وحده حتى ولا كنتي متزوجه حابه ديري مطلوع الراجلك تعلمي فيه وحده فقط وديريهم صغار كما انا. بالدوريه اكله لي نص طوماطيشه نزرب نديها قبل ما تخلص. شوفوا هنا حبيت نوريكم باللي راهو بدا يختمر. هنا بما انه بدا يختمر دوك نروح نحط الطاجين تاعي يسخن وهذوما نروح نكملهم مع التكتوكه نتاعي. شفتوا البصل شحال عطيت له الوقت؟ هذا الوقت كامل كي كنت نوجد في المطلوع كان البصل نتاعي يتكرمل بلا ما يتحرق. الان نضيفوا الفلفل نخلوه يذبال شويه نزيدو من دارو جديد نغطوه. راكم تشوفوا ما ضفت والو مازال ما ضفت والو حتى قطيره تاع ما مانيش حنديرها. هذه التكتوكات تجي معسله وتجي بنينه بزاف. نعاودو دوكا نغطوها نخلوها تذبال في هذا الوقت كي تذبال دوكا نزيدو لها طوماطيشه. هذيك الطوماطيشه هي اللي حتى تمد الكميه تاع الماء. شوفوا باللي الطاجين اللي حطاته هاوليك الطاجين اللي حطاته يسخن والنار تكون متوسطه ما تكونش قاويه وما تكونش هابطه. خلاص المطلوع يحب يطيب على النار تكون اكثر ثاني من المتوسطه. بالك برك يعني يزيدوا له بزاف طاجين كاين حتى يتشقق لهم. الان ضفت الطوماطيشات تكون الله حميمه راه هكذا. كاين اللي تحب تنحي لها قشره كاين اللي تحب تخليها بالقشره كيما حبيتي اختي. نضيف شويه ضفنا شويه عفوا تاع الملح وشويه تاع الفلفل الاسود وهذه فلفل عكري احمر. والان جبت شويه تاع راس الحانوت. انا نحب ندير راس الحانوت شويه فقط في التكتوكه كالي ما ضيف لها والو انت حره. وهذا الثوم تاني الثوم غير شويه. شوفوا كيف راهي معسله راكم تشوفوا فيها. في هذه المرحله خليها تتشرب هذيك التتبيله ونبدا نطيب في المطلوع.
التكتوكه تاعنا ما راح نخلوها هذه المده كامل، نخلوها فقط تشرب هذيك التتبيله وراح نطفي عليها. هانا بدينا نطيبوه في المطلوع تاعنا. شوفوا جا ما شاء الله. اللي ما تعرفش تهز بالايادي، حط المطلوع نتاعها فوق البابي كويسون ولا ورق الطهي وبيه تهز، خاصة إذا حبيتيها تجي مدورة. هي بكل حالات كي تهزيها بيدك يعني شوي شكلها يهرب شوية يعني. راكم تشوفوا فيها من بعدها حنحوشوها، أكيد نحوشوا هذو الحواشي سواء في الطابونة ولا فوق الطاجين كيما حبيتي أختي. هاي لك الثانية، شوفوا تتنحى فاسيلمون. هاي لك دوك نحوشيها. راكم حسبتوا معايا شحال جاتي من مطلوعه؟ 6 مطلوعات، يعني ما همش كبار بزاف، حتى المشاريع اعتمدوها. مطلوع هكذا يتباع المشاريع، ما يتباعش كبار بزاف، ما يتباعش صغير بزاف. احس بهذاك اللي قصت به تاع العلبه تاع لابيل ولا تاع الصول هذيك تاع المارغارين. درت ربع علب سميد بزوج علب تاع فرينه، فقط فرينه ما كانتش مملوءه بزاف، ناقصه شويه. طيحوا لي 6 مطلوعات، دوك نحسبوهم مع بعضنا كي نكمل. راني ندور فيهم ندور. شوف جا محمر، هذا هو السر الاحمرار. كي زدت له المطلوع نتاعنا مع الاخر هذيك شويه تاع المارغرين مع صفر تاع البيض. يبقى لي الان نضيفوا البيض نتاعنا التكتوكه. كاين بزاف خياتي يحبوا ياكلوا تكتوكه بلا بيض، يعني تاني تجي مليحه. ولا حبيتي حتى تخلطي البيض مع البياض، يعني البيض ولا الصفر هذيك خلطيه مليح وتكبيها عادي. كاين حتى التكتوكه نتاعهم يحبوا يزيدوا شويه تاع جبن عادي اختي، هذه اذواق. راكم شفتوا في الاخر ضفت غير رشه تاع ملح على جال البيض ما يقعد الصامت. وهاهم ليك المطلوعات نتاوعي جاو خفاف ريشه، جاو ما شاء الله، جاو 6، يعني تقدري تخدمي حتى بهم مشاريع اختي. هام ليك شوفي كيفاه عليك جا ما شاء الله اختي. ان شاء الله تجربيه وتعجبك وصفتي تاعها اليوم. حضرت لكم المطلوع من بيتي البسيط، من طباخي البسيط. شوفوا ساعات راني ما حوشيتش جوايه باسكو خلاص غلبت تعبت ما عليهاش خياتي. فوتوا ان شاء الله عام قريب راح نشري داك الشريمه، هو اللي يعاوننا، هو اللي يعاون. شوف كيف راهو خفيف، ريشه ريشه ريشه. ومع التكتوكه ما عندي ما نحكي وما عندي ما نقول عليها. جاي يسخف كما يقولوها اصحاب البرد. واللي شهيتو في الجنه، واللي شهيتها نقولها يا اختي شهيتك في الجنه. اذا عجبتكم وصفه اليوم ما تنساوش تحطوا لي لايك، بارطاج، الاشتراك في القناه مازالت صغيره، معليش ان شاء الله نكبروها مع بعضنا كما كانت القناه نتاعي الاولى. الله غالب معليش، نعاودوا من دار وجديد، نعاودوا نرجعوا. رشه تاع معدنوس هذا اختياري باش الوصفه ولا يعني طابق يحلى في عينيكم. واصلا المعدنوس راهو صحي. هذه لهنا درت مشرمله تاع الكبدات، هاني درت لها رشه تاع معدنوس. مشرمله تاع الكبدات درتها لكم شحال من خطره في قنواتي الاخرى، لكن راح نعاودها لكم في هذه القناه الجديده ان شاء الله. راح نسكب معكم هاوليك شكفه جا معسل جاي يعني ناشف وما فيش الماء. هذه تكتوكه بلا ماء، هذه يعني تاكلي بها المطلوع. واش نقول لكم يجي بنين بزاف بزاف. احنا بلادي ما قدروش يصبروا، راح يذوقوا، وانا نقولها بس صبروا، ها الصبر حتى نكمل المونتاج وحتى نكمل التصوير. معليش هذوما الاولاد اصلا البنات تاع الماكله كي يكونوا الاولاد يدوروا هكذا عليها وانتي طيبيه وهما يذوقوا وهما يتلاحوا وهما هكذا. حبيت نقول لكم الفيديو شويه راهو طويل، لكن راني عطيت لكم وصفتين في وصفه. عطيت لكم التكتوكه مع المطلوع، لا هي حيره في العشاء ولا في الغداء، نوضي جربيها وان شاء الله هذه عن قريب نزيد نحضرها لكم على طريقتي. مع السلامه، مع فيديوهات جديده من قناه مطبخ فاطمه الزهراء.